السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين قناة هواة الحمام المصري. معانا ضيف إن شاء الله. يعني طبعا احنا اتكلمنا في حلقة قبل كده، كانت حلقة سلسلة دورة وضع البيض، لما اتكلمنا عن الإنتاج المكثف فيها، واتكلمنا عن العلاج اللي هو الدواء اللي احنا كنا جايبينه نجربه يعني في موضوع الإنتاج المكثف. وعدتكم بحلقة مع الأستاذ محمد فتحي، هو صاحب التركيبه دي. يعني انا كنت ساعتها حتى الورقه دي يا جماعه، الكشكول ده انا بكتب فيه يومياتي العاديه، تمام. فانا كنت طلبت من الاستاذ محمد، قلت له انا عايز اشتغل انتاج مكثف، فكنت عايز حاجات يعني ايه، زي الكالسيوم والكالسيوم والسيلينيوم والاملاح المعدنيه والفيتامينات. فانا كنت محتاج التركيبه دي كلها تتحط في مره واحده، بحيث ان انا اديها للحمام مره واحده، بدل ما اديله اول يوم كالسيوم وبعد كده ارجع اديله السيلينيوم، بعد كده هقعد هجهد نفسي وهجهد الحمام معايا. فالتركيبه دي طبعا انا كنت عارف ان انا محتاج الحاجات دي ان انا استخدمها في الانتاج المكثف، لكن عشان اعملها كلها كتركيبه يبقى عندي باكج واحده بس استخدمها مره واحده، كانت محتاجه حد متخصص في تركيب الادويه. يعني ان هو يعني مش تركيب الادويه نفسها، في ان هو يجمع لي المكونات دي كلها على بعض بطريقه علميه، بحيث ان مفيش مواد تتفاعل مع بعضيها تديني نتيجه عكسيه. فطبعا الاستاذ محمد يعني يمكن انا هحكي لكم بعد ما هو يتكلم. دلوقتي احنا اتعرفنا على بعض ازاي، فهو بقى يكلمكم عن التركيبه والاسئله الكتير والتليفونات الكتير الخاصه بالموضوع التركيبه دون. انا جربتها يا جماعه، بفضل الله جابت معايا نتيجه فوق الممتاز، يمكن انتوا شفتوا في الفيديو. طبعا الاستاذ محمد يكلمنا عن التركيبه، ارجع اكمل معاكم كلام تاني. اتفضل يا باشا. كنت عرفنا بس الناس تعرف الاستاذ محمد. بصوا يا جماعه، يعني ان شاء الله بامر الله اكون ضيف برضو سعيد عليكم، معاكم ان شاء الله بامر الله. انا معاكم برضو في موضوع الهوايه، في تنميتها، في موضوع ان احنا نقدر نعمل حاجه كويسه بالنسبه للهوايه المصريه، في ان احنا نشوف كل ما هو شخص متمكن في موضوع الهوايه ناقصه حاجات عايز يكملها، فاحنا نقدر نكملها له. استاذ محمد لما جه يكلمني قبل كده على موضوع ان عنده فيه مشكله معينه في موضوع زياده الانتاج المكثف، او في حمام ما بينتجش، ففي حاجه كويسه احنا كنا بنشتغل بيها طرحتها عليه، بفضل الله جابت نتيجه كويسه جدا، اللي هي موضوع السيلينيوم وموضوع الكالسيوم وموضوع الفيتامين، الاملاح المعدنيه، الفوسفور، الزنك، المغنيسيوم. المواد دي كلها لما احنا نقدر نحطها على بعض تقدر تدينا نتيجه فعاله كويسه جدا. غير ان انا لما اشتغل مثلا ماده السيلينيوم لوحدها، وبعد كده الكالسيوم لوحده، وبعد كده الفيتامين لوحدها، بعد كده الاملاح لوحدها، طولت معايا الفتره. انا عايز اضغط الوقت ده في وقت اقل شويه، بحيث ان انا اقدر اعمل انتاج اعلى في وقت اقل. وده اللي بيواجه ناس كتير في قصه الغوايه، ان انا مده طولت قوي معايا فزهق، ممكن ادى يومين، اخر التالت، او مش 3 4 ايام ومفيش نتيجه، وهو مفيش صبر، وفي نفس الوقت مفيش درايه كافيه، فابتدى الموضوع خلاص خد اندراك مختلف تاني، فزهق، فخلاص فلغى الموضوع. فاحنا عملنا حاجه كتركيبه كويسه بنواجه خبرتنا، كان احنا غاويين حمام وممارسين في الهوايه ذات نفسها، ان انا عايز حاجه يكون فيها ماده السيلينيوم وماده الاملاح المعدنيه وماده الكالسيوم والفوسفات والزنك والمغنيسيوم بنسب معينه، ما تأديش لقصه الاسهالات في الحمام، ولا مواد تتكاثف مع بعضها فتعمل قصه ان هي تفصل عن بعضها فما تختلطش ببعضها، او تعمل نتيجه عكسيه بالنسبه للحمام. فالمواد اللي احنا ركبناها هي مواد بيطريه موجوده في السوق المصريه عادي، عملناها من واجب خبرتنا في قصه الحمام، من واجب ان احنا بنشتغل في الحمام بنربيه من زمان، فده نتيجه بحث لينا احنا، مش مجرد حاجه افتكاسه احنا عملناها جديده. لا، اجتهادات شخصيه هي بالظبط، هي اجتهادات شخصيه عملناها بفضل الله، جربتها عندي انا كغاوي حمام وكمربي، فعملت معايا فايده كويسه. فلما جه استاذ محمد يطرح المشكله دي عنده، قلت له دي حلها بسيط، موضوعها سهل، ان احنا نعمل تركيبه تبقى كويسه تجيب معاه فايده او كمفعول كويس. كنا بنقول احنا محتاجين السيلينيوم، يعني انا كنت محدد 5 نقط اللي هم السيلينيوم والكالسيوم والفيتامينات والاملاح المعدنيه والتحديد. ال5 نقط دول انا كنت محتاجهم ان انا اقدر اشتغل انتاج مكثف واقدر احافظ على الحمام بتاعي. كل دي يا جماعه ملهاش علاقه بالادويه، ان انا اتعب الحمام، دي مش ادويه، كل دي فوائد بديها للحمام بطريقه مباشره. يعني الحمام اللي بيبقى محبوس او الحمام اللي بيتفرخ غير الحمام الطاير، فدي كده التركيبه دي هو موجود فيه.
بس طب هستاذن حضرتك هنبدا في نقطه نقطه عشان الناس تفهم التركيبه دي يعني ايه. هناخد رقم واحد السيلينيوم. السيلينيوم ده ايه بيعمل ايه في الحمام او فائدته ايه موجود معانا في التركيبه دي؟ هو السيلينيوم مادة أساسية في تكوينات دي من ضمن الفيتامينات العالية جدا اللي تركيزها عالي، اللي هي بتتخصص أو بتتركز في حاجتين اتنين بس داخل جسم فرد الحمام. هي مهمتها بتشتق الاتنين لموضوع النضج وموضوع الذكورة. تمام. بتعمل ايه مع النتاية وبتعمل ايه مع الذكر؟ بتعمل مع النتاية ان هي بتزود عدد عنقود البيض ده لو هي شغالة. تمام. وفي نفس الوقت لو هي مش شغالة هي بتنمي عنقود البيض اللي هو يعتبر مضمور او ضعيف. تمام. وفي نفس الوقت بتنظمه. طب بالنسبه للنتايه يعني انا كده السيلينيوم يحل عندي المشكله بتاعه ان النتايه بتحصي حصوايه واحده. بالظبط. تمام. يحل عندي المشكله ان الحمامه بقالها فتره جامده ما اشتغلتش. تمام. كتير ما او كانت شغاله وريحت لفتره يعني. او كانت شغاله وريحت. شغاله بطيء. تمام. او في حمام النوتي اللي احنا بنقول عليها حصاها عزيز كمصطلحات هو يعني للنتايه. طب هيعمل ايه للذكر؟ الذكر اساسه كعلميا ان هو بيزود عدد السائل المنوي المختص بالذكر في تخصيب النتايه. تمام. يعني بيخلي الذكر ان هو يقدر يكسر النتايه بحيث ان الحصى ذات نفسه يطلع عمران. تمام. في الكرة بتكسر الحصى بيطلع فاضي خالص. تمام. وفي اللي بيطلع عمران حصوايه وحصوايه. تمام. لكن ده السيلينيوم ماده اساسيه بتزود عدد افرازات السائل المنوي للذكر بحيث ان هو لما يخصب النتايه لما تبيض البيضتين اتنين يبقوا الاتنين عمرانين، او بمعنى اصح يبقوا الاتنين مخصبين. انا الفيديو اللي كان قبل ده انا كنت بتكلم على تخصيب الذكر بالنتايه. دي طبعا لو كده المشكله ظهرت عندي ان الحصى مروق من ناحيه التكنيكيه او بمعنى اصح الحمام نفسه، العيب في الحمامه نفسها مش عيب غاوي ان هو مثلا العيون ضيقه او الكلام ده. لا احنا بنتكلم ان هو لو الغاوي عنده موفر المكان الكويس والمساحه الكويسه والارتفاع الكويس وابتدى ان الذكر يروق، فدي بتبقى مشكله ذكر، او ممكن يكون مشكله نتايه زي ما كان بيتكلم استاذ محمد قبل كده في فيديو اذا ممكن تتكلم قبل كده ان هو ممكن تكون عيب نتايه. تمام. لكن كمان عشان ما نخرجش برضه عن موضوعنا، هو ماده السيلينيوم يعني زي ما احنا قلنا برضه استاذ محمد كان بيوضح معلومه ده لايه، واستفسار كويس جدا، معلومه مفيده الناس برضه عايزه تسالها. هو السيلينيوم لايه؟ السيلينيوم للاثنين، للذكر وللنتايه. تمام. ده ماده السيلينيوم دي مش نوع دواء معين، هي ماده يا جماعه، هي دي الماده الفعاله في العلاج. بالظبط. تمام. ماده تنشيطيه، ماده علاج هي تنشيطيه، موجوده في اي مكان في جمهوريه مصر العربيه. مش يعني ده موجود من مصر لاسوان. هي متاحه موجوده ومتاحه، لكن هي بتركيزات مختلفه. في مواد بيبقى تركيزاتها مثلا 10%، في 15%، في 20%، فحسب جوده المنتج من الشركات اللي هي بتنزل. حسب ما بيكون كفاءته كمنتج مثلا اعلى بالنسبه 15 او 20 او حتى 25%، حسب تقله وتركيزه. تمام. ده اللي بيختلف، لكن الماده موجوده وفي اي مكان يعني مش صعب التواجد ليها يعني. هنيجي للنقطه الثانيه في التركيبه دي اللي هو الكالسيوم. تركيز الكالسيوم في التركيبه دي او ايه فايده الكالسيوم بالنسبه للحمام؟ الكالسيوم اكتر حاجه بيفيد النتايه قبل الذكر. تمام. لان الكالسيوم اساسا هو الشيء الاساسي اللي بيبقى موجود مختص بالنتايه، لان هو الحاجه الوحيده اللي بيتسحب من جسمها جميع الكالسيوم عن طريق البيضه. مشكله البيضه ان هي لما بتخرج من النتايه بتكون سحبت بالظبط بنسبه 85% من الكالسيوم اللي موجود جواها، من العظم بتاعها، من عنقود البيض بتاعها، من تكوينها اساسها، من وقفتها على رجليها. وده مشاكل بتواجه ناس كتير جدا، ان ممكن النتايه بيتسحب منها الكالسيوم عن طريق البيضه فتلاقيها باضت واتكسحت او باضت وقعدت. فده دليل ان الشخص ذات نفسه كغاوي ما بيديش نسبه كالسيوم عاليه او متكافئه او منتظمه للحمام، بحيث ان هي تاخد الكالسيوم اللي هي يعني عوضته. هي دلوقتي الكالسيوم كله اتسحب عن طريق البضاعه اللي هي باضتها، فانت ما اديتش حاجه تعوضها. فالمفروض ده شيء خاطئ جدا. المفروض ان احنا بندي ماده الكالسيوم اكتر حاجه بيستفيد منها النوت. طبعا الذكوره بتستفيد مفيش مشكله، مش معنى كده ان احنا مش هندي للنتايه بس والذكر لا احنا بندي للاثنين، لكن ب 80% بيستفاد منه النتايه اكتر من عشان ما تقعش مني خلال فتره النتايه. بس وعشان تفضل في نفس الوقت مستمره معايا، عنقود بيضها مستمر شغال، ما فيش اي مشكله، ما بتعطلش. تمام. طب النقطه الثالثه اللي هي الفيتامينات ماده عامه بتبقى جواها ميكس حاجتين. الفيتامين جواه كالسيوم وسيلينيوم. تمام.
الفيتامين جواه كالسيوم وسيلينيوم، ماده عامه بين الاثنين، مم. بس تكافؤها بيبقى وسط، يعني 50% كالسيوم 50% فيتامين، اسف 50% سيلينيوم و50% كالسيوم، محطوطين اتنين في حاجه اسمها فيتامين، بحيث ان هو يبقى في المادتين، زي ما انتم مثلا ما بتشوفوا في الاسواق او في جميع الادويه مثلا بيقول لك ايه، فيتامين ا د 3 ه زائد سيلينيوم. تمام. فيتامين خلاص تعرف ان هو فيتامين، اللي هو يعني اتنين حاجتين. مم. ا د 3 يعني فيتامين ا ود وفيتامين 3. تمام. اله سيلينيوم مم. اللي هو اللي هو الفيتامين اللي هو الثلاثه مع بعض، والسيلينيوم اللي هي الماده لوحدها. تمام. يعني كده احنا برضو ماشيين التركيبه بتاعتنا مظبوطه 100%. بالظبط. الالف د 3 ه زائد سيلينيوم بيبقى ماده فيها مادتين اللي هو السيلينيوم والفيتامين، تمام. السيلينيوم والكالسيوم والكالسيوم. تمام. ولما بنحط معاها ماده السيلينيوم الخام مم. ادينا زودنا تركيزها، ولما بنحط معاها ماده الكالسيوم ادي بقى 4 تركيزهم بقى عالي بنسب معينه، فبتبدا تظبط معانا تنشط قصه عنقود البيض في موضوع النتايه في الانتاج المكثف زي ما حضرتك اتكلمت عنه. تمام. وفي نفس الوقت بيخلي الذكر يفضل يخصب لفترات طويله ان هو ما يروقش. تمام. كده معانا النقطه الرابعه اللي هي الاملاح المعدنيه. الاملاح المعدنيه موضوع مهم جدا بالذات للحمام اللي هو ما بيحدقش او ما بيملحش. تمام. ده غير التحديد، دي نقطه ثانيه ده نقطة غير خمسة. التحديد. تمام. في جزء متشق، يعني مشتق 2 بالنسبه للاملاح المعدنيه. الاملاح المعدنيه يا اما انا عندي الحمام بيحدق او بيملح لما انا بحط طاجن التمليح او التحديق بيحدق وبيجري عليه، وفي حمام تاني ما بيجريش على الطاجن يملح. طبعا. فبذلك انا مش هاخد التمليح احطه له في بقه، بس انا بديهوله بطريقه تانية اللي هي طريقه الاملاح المعدنيه السائله. اللي هو الفيتامين اللي زي اللي احنا اللي موجود في التركيبه يعني. بالظبط، اللي هو املاح سائله، ان هو غصب عنه كده كده بيشرب ميه فهيضطر ان هو يشربه، فهيبدا جسمه يستفاد بناء عليه ان هو اساسا ما بيملحش او ما بيحدقش من التحديق، فهو بياخده عن طريق ان هو يكون سايل فيخش في المعده يبدا يمشي في الدم فيتركز معاه اكتر او يستفيد منه استفاده عاليه. تمام. الاملاح المعدنيه فايدتها ان هي بتتخن قشره البيضه. ده بالنسبه لو في مشاكل في النتايه ان هي بتبيض بيض طري تمام. او بيض ضعيف، اللي هو احنا بنقول عليه البيض البريشت اللي هو او بالظبط الله ينور عليك بالنسبه للبيض البريشت. تمام. او بمعنى اصح تلاقي انتايه كويسه بتحصح حصوها زي الفل وتلاقيها حصت واتكسحت. تمام. املاح معدنيه. او في نفس الوقت بتلاقي فيه زغلول طالع رجلين فرجحه. اللي الزغلول اللي عنده كساح. عنده كساح رجلين فرجحه. ده نقص املاح. ده نقص املاح من الام نفسها. من الام ذات نفسها. تمام. الذكر كده ملوش دعوه بالموضوع ده خالص. تمام. يا اما بيبقى عيب تاني كمان بس هنتكلم عنه في حلقه تانيه عشان برضه وعدني ان هو هيعمل قناه، هو بيقول لي انا في فيديوهات هو مصورها، فقلت له الفيديوهات دي ممكن نعمل قناه تبقى خاصه بالامراض بتاعت الحمام بس، خاصه مثلا حاجه زي كده، يعني احنا ممكن اكتشفناها بطريقه صدفه للناس ما تستفادش بيها ويبقى عندها وتزود الانتاج بتاعها. بالظبط. فالاستاذ محمد وعدني ان هو ان شاء الله هيعمل قناه هتسميها ان شاء الله بامر الله، يعني هنعمل قناه كويسه جدا باسم هواياتنا تيوب. هواياتنا تيوب وان شاء الله بامر الله، ودي قناه عليها شغل كويس جدا ان شاء الله بامر الله، يوصل الفكر بتاعها للناس كلها. تمام. بطريقه مبسطه جدا، بحيث ان اي افكار احنا نحطها او اي ارشادات انتوا برضو تقدروا تستفادوا منها، بحكم ان احنا برضو كهواي متمارسين في الموضوع بقالنا فتره كبيره، بننقل لكم خبرتنا او وجه نصايحنا من خبرتنا اللي هي بقالها فتره كبيره، من اخطاء كتير احنا ممكن نكون عملناها، فبنوصل لكم الفكره تكون مظبوطه، بحيث ان نوفر عليكم او وقت كبير جدا. احنا كنا بنتعلم عشان نجيب علاج معين او حاجه معينه، وكنا بنجرب في حمام بفلوس وحمام غالي عشان نوصل لحاجه معينه. صح. بحيث ان احنا الحمد لله وصلنا لدرجه كويسه جدا ان احنا نقدر نفيدكم، نديكم ملخص الغوايه، ملخص الهوايه ذات نفسها، ان انت تبقى غاوي عندك دافع انك بكره ان شاء الله بامر الله تكون غاوي من اجل ان نفسيتك تكون مرتاحه. تمام. ما تتعبش نفس التعب اللي احنا تعبناه لفتره كبيره، او نفسك ما يبقاش قصير في الغوايه. أيوة. بسبب موقف حصل في غوايه حمام كتير وقع. لا احنا بنوفر عليك حاجات كتير ان شاء الله بامر الله، نوفر على الناس حاجات كتير جدا، يعني موضوع وقت فلوس ماديات. يعني انا عايز المعلومه اللي توصل للناس
استاذ محمد يعني بفضل الله الموضوع مش حكر على حد، وحضرتك يعني تكرمت ان انت تيجي هنا ونصور عشان نوضح للناس. فان شاء الله من موضوع القناه اللي حضرتك هتعملها دي يعني اتمنى ان شاء الله ان هي تفيد الناس، يعني الموضوع كله ان احنا نفيد بعضينا يعني. بالظبط. انا كان ممكن اقول للاستاذ محمد اعمل الفيديوهات وهاتها نحطها على قناه هواة الحمام المصري. ممكن انا وقتي ضيق شويه عشان ظروف شغلي وبتاع، انا حتى قناتي بتابعها فتره قليله يعني خميس والجمعه بس. فيا ريت ممكن حضرتك لو هتديني الفيديوهات دي انا وتديني القناه بتاعتك ارفع لك حتى عليها الفيديوهات، بحيث انا عايز الناس يعني مش عايز اضيع وقت مش عايز اضيع وقت عشان الموسم خلاص يعني احنا بدأنا بالموسم اهو. فالمعلومات اللي عند حضرتك نلحق نوصلها للناس عشان اللي شغالين في بدايه الموسم دول يقدروا يتواصلوا معانا ان شاء الله. ان شاء الله معلومات مفيده وكويسه وان شاء الله. واليو ار ال بتاع القناه انا هحط لكم الرابط بتاع القناه بتاع الاستاذ محمد ان شاء الله. القصه كلها ان احنا يعني زي ما قلنا قبل كده هي تركيبه مش خاصه ولا حاجه، ان احنا عاملين حاجه مختلفه يعني. هي حاجه من ضمن شركات كتير ادويه موجوده في السوق مطروحه، واحنا بنحطها على بعض بنسب معينه، واشتغلت بيها الفترات لحد ما وصلت لحد نسب معينه ان هي ما تسببش مشاكل في موضوع الاسهالات او القصه ديت، او ما تبقاش نتيجه عكسيه او مواد ما تفصلش عن بعضها. فتواصلنا مع ناس كتير خدت الحاجه اشتغلت بيها الحمد لله، حاجه كويسه لان نواجه تجربتنا احنا. فاحنا بندي للناس خلاصه الحاجه ذات نفسها عشان تقدر تشتغل بيها فتلاقي فايده، زي ما احنا الحمد لله ربنا ينعم على الواحد ان هو ياخد حاجه زي كده تبقى كويسه. فمن واجبنا احنا برضو ان احنا ندي للناس حاجه تكون كويسه، ما نضلهمش، ما نعملش حاجه مجرد افتكاسه ان هي تضل حد او تضر حد، يكون مثلا جايب جوز حمام مستني منه امل من ربنا ان هو يكون ينتج منه، فاحنا نكون سبب مثلا ان احنا ضيعناه. لا يعني فاتصل بيا ناس من المحافظات خدت حاجات واديناهم بفضل الله، اتصلوا وشكرونا الناس حاجه كويسه الحمد لله بفضل الله. وان شاء الله بامر الله يعني كل مدى ما يعني هنوصل لمعلومات جديده، هنوصل لحاجات جديده من وجه خبرتنا او قصتنا في الهوايه ديت، هنوصلها لكم بطريقه بسيطه وكويسه، بحيث ان احنا عايزين الناس كلها تستفيد، احنا عايزين الناس كلها تتعلم، عايزين الناس كلها يبقى عندها فكر كويس. تمام. ممكن نعيد بس برضو يا جماعه التركيبه دي ممكن تعملوها عند اي دكتور او عند اي حد، احنا ما فيش اي مشاكل. هي مش احنا مش عاملين المنتج ده عشان دي خبرتنا، احنا بنقول احنا عملنا خبرتنا، عملنا كذا، ركبنا كذا على كذا بالظبط، وصل معانا المنتج ده بالظبط. فالاستاذ محمد يقول لكم برضو النسب، وهو برضو اي حد محتاج يتواصل معايا الرقم الدكتور محمد هحطه لكم برضو، بحيث برضو الناس في ناس في المحافظات ان شاء الله تقدر تتواصل معاهم استاذ محمد تبعت لهم بعدين هي خاصه ان هي مش غاليه يعني. انا لما كنت اشتريتها انا استغربت ان هي بالمبلغ ده بصراحه. حتى الناس اللي كلموني من على التليفون بيقولوا هو مدينا الحاجه دي سعرها كذا، تمام. انا ماليش دعوه بالاسعار، انا زيكم يعني باخدها من الاستاذ محمد. فالناس بيقول لي هي دي مظبوطه، بقول له قال لي اصل هو مديها لي بسعر رخيص، يعني السعر اللي هو بيتكلم عليه النتائج اللي هي جابتها دي ما شاء الله سعر هي مش كقصه تجاره بحت قد ما احنا جايبين حاجه نستفيد بيها يعني. انا برضو باخد معلومات من ناس وناس كتيره بتفيدني، فانا برضو لازم الواحد يقدر ان هو يفيد الناس. فهي قصه كلها ان هي المواد كلها ماده السيلينيوم، ماده سيلينيوم خام، ما يكونش الف د 3 هي، لا يكون ماده سيلينيوم خام، سيلينيوم خام تمام بتركيز 50%. تمام. ماده الكالسيوم بتركيز 25%. الماده الثالثه اللي هي عندك ماده الاملاح المعدنيه ممكن تكون 20%. تمام. هي القصه كلها مجرد انت بتركز ان انت تجيب حاجه من شركات تكون مواد تركيزها عالي، تقدر ان انت تحط المواد دي على بعض فتقدر تديك التركيبه اللي احنا بنشتغل بيها. والقصه كلها ان انت بتشتغل سنتي على كل لتر ميه تمام لمده 4 ايام. ده بالنسبه للحمام اللي هو السايب. لو ما فيش حمام سايب بنحط قصه التحديد او الاملاح، ودي اللي هنتكلم عنها ان شاء الله بامر الله في حلقه لوحدها، ازاي ان احنا نخلي الحمام يحدى او يملح وهو محبوس. فده مشتق تاني بس، لكن هو مش منتج ولا اختراع احنا عاملينه ولا اي حاجه، ده هي مواد موجوده ومطروحه في السوق زيها زي في اي مكان. احنا حطيناها على بعضيها وركبنا مره واثنين وثلاثه لحد ما وصلنا لحد النسب ديت، عشان نقدر ان احنا نوصل لكم المعلومه تبقى جاهزه او سهله انتوا تقدروا تشتغلوا بيها. ساعه برضو مدارك الناس تفهم اكتر، ان احنا نعمل ترابط ان الناس كلها ممكن تقدر ان هي تبقى يعني تتعرف على بعضيها. تمام ان شاء الله. ده كان كلامنا على التركيبه يا جماعه، والناس اللي سالتنا
قلنا لكم بس بجد بفضل الله يعني المنتج ده يعني اسف التركيبه الاستاذ محمد اللي ختم الاستاذ محمد كانت بفضل الله ورحمته كانت عملت معايا نتائج، والناس في ناس كلموني قالوا احنا خدنا التركيبه من الاستاذ محمد برضو كانت ممتازه. ان شاء الله عايز اعمل مع حضرتك حلقه برضو توعدنا قدام الناس ان شاء الله بامر الله. حتى ممكن برضو اللي يعني يقدر برضو يتواصل هنا في القاهره يقدر يوصل لنا ياخد اللي هو عايزه، مفيش اي مشكله. خد كميه زياده شويه ماشي، خد اللي هو عايزه، مش هتفصل، مش تفرق في اي حاجه. القصه مش قصه ماديات بحت. تمام. احنا ممكن نقدر نساعد كمان الناس ان هي تقدر تاخد الحاجه بسعر اقل من كده كمان، مفيش اي مشكله. اللي عايز ياخد حاجه ياخدها، اللي عايز ياخد جزء بسيط يشتغل على قد حمامه ماشي. اللي النهارده مثلا المربي مثلا جزء واحد وعايز ياخد على قده ياخد، ايه المشكله؟ ياخد الحاجه يعني دي على قده بس. اوفر ممكن قطرات صغيره، خد اللي ياخد اللي يلزمه بكميات بسيطه على قده، ايه المشكله؟ تمام. مش شرط ان ياخد كميات كبيره. تمام. بس هي دي الفكره كلها، وان شاء الله بامر الله اللي جاي احسن يعني. ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله هنعمل حلقات مع الاستاذ محمد اعراض امراض الحمام. يعني احنا مش عايزين نستنى لما الحمامه تبقى مريضه وبعد كده نبدا ندور لها على العلاج، لا احنا ان شاء الله عايزينك تبقى قبل اول ما تخش العشه تبقى عارف الحمامه دي محتاجه منك ايه، اللي هي اعراض امراض الحمام، بحيث ان انت ما تجيش توصل للمرحله اللي هي مرحله متاخره فتبدا تجري تعالج. احنا مش عايزين نوصل لمرحله العلاج، احنا عايزينك توصل قبل مرحله العلاج، ان انت خلاص دي اعراض المرض نبدا نعمل هنا ستوب، نحجم المرض، بحيث ان شاء الله هتبقى موضوع حلقات. انا يهمني هواة الحمام المصري الاول. ان شاء الله بامر الله. ان شاء الله تابعونا على قناه هواة الحمام المصري. اخوكم محمد صلاح، بشكر الدكتور محمد على الحضور، وتابعونا ان شاء الله في كل جديد بامر الله. السلام عليكم ورحمه الله.